بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم من جديد، فيديو جديد وحلقة جديدة. هنشرح النهاردة جمع وطرح الأعداد النسبية. الحصة الثالثة في جبر الأول الإعدادي، جمع وطرح الأعداد النسبية. هو أنا إزاي بجمع وأطرح الأعداد النسبية؟ جمع وطرح الأعداد النسبية هو بالظبط جمع وطرح القصور العادية اللي احنا خدناها قبل كده في ابتدائي، لكن بيزيد علينا هنا ان احنا في ابتدائي كنا بنجمع ونطرح الأعداد على حسب الإشارة اللي في النص. موجب يبقى بجمع، ناقص يعني بطرح. بالنسبة لمجموعة الأعداد النسبية احنا كبرنا بقى على الكلام ده، فالجمع والطرح بيكون بناء على الإشارات، وهنفهم الموضوع ده أكتر واحدة واحدة من خلال الدرس. بس ركز عشان تفهم موضوع الإشارات، عشان هيفرق معاك كتير جدا في اللي جاي كله. اول حاجه، هو انا ازاي بجمع على خط الاعداد او بطرح على خط الاعداد؟ لما اجي اقول لك 3 زائد 4 هتقول لي هيديني 7، انت عارف ان هو هيديني 7. ولكن لما اقول لك اجمعهم لي على خط الاعداد، ازاي بتجمع الكلام ده بقى على خط الاعداد؟ قال لي اول حاجه ببص على العدد الاول واطلع من عنده. ادي ال3 هطلع من عندها كده، يا اما بمشي يمين يا اما بمشي شمال. طب بناء على ايه بمشي يمين وبناء على ايه بمشي شمال؟ قال لي حسب الاشاره اللي في النص. لو زائد يبقى انا همشي في اتجاه اليمين، لو ناقص يبقى همشي في اتجاه الشمال. طيب هي زائد يا مستر، يبقى انا همشي في اتجاه اليمين. طب همشي كام وحده؟ وحده ايه وحده دي؟ الوحده عباره عن المسافه ما بين كل عددين متتاليين، هي ديت الوحده اللي انا اقصدها. تمام؟ قال لي زائد 4 يعني همشي 4 وحدات في اتجاه اليمين. أنا عندي أدي وحدة، أدي التانية، أدي التالتة، أدي الرابعة. العدد اللي أنا وقفت عنده هو كام؟ ال7. هطلع من عنده خط وقوم جاي عامل بالشكل ده. يبقى أنا لما أجمع ال3 زائد ال4 الناتج على خط الأعداد اداني 7، ودي طبعا كلنا عارفينها. طب لما اقول لك اجمع لي بقى يا معلم -3 زائد -4، نفس الخطوات اللي انا قلت عليها. اطلع اول حاجه من عند -3 اهو. طب انا همشي يمين ولا همشي شمال؟ حسب اشاره العدد اللي بعد الزائد. اشارته سالبه يا استاذ، يبقى انا همشي في اتجاه الشمال. كم وحده؟ 4 وحدات. ادي في اتجاه الشمال يعني همشي في الاتجاه ده كده. ادي 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4 وحدات. وقفت عند الكام؟ عند -7. اكمل الخط بتاعي كده. يبقى لما اجمع -3 زائد -4 هلاقيها تديني -7. يا استاذ ازاي؟ ده انا كده المفروض هطرح. لا، ما بطرحش، بجمع. وهو ده موضوع الاشارات اللي انا هتكلم فيه كتير النهارده، وعايزك تركز فيه عشان تفهمه. لو انت لاحظت فوق كانت ال3 موجبه وال4 موجبه، يعني الاشارتين شبه بعض. وطالما اشارتين متشابهين خد اشاره واجمع. خد اشاره يعني الناتج هيكون موجب، واما اجمع 3 و4 يديني 7. نفس القصه بالظبط في المثال الثاني. لما اقول لك -3 زائد -4 الاشارتين متشابهين، ال3 سالب وال4 سالب، يبقى برضو خد اشاره واجمع. طالما اشارتين متشابهين خد اشاره واجمع. خدت السالب، اجمع 3 زائد 4 هتديك 7، يبقى الناتج بتاعي -7. بسهوله اهي. طب لو الاشارات مختلفه، تعالى بقى نشوف. قال لي لو اشارات مختلفه خد اشاره العدد الكبير واطرح. خد اشاره العدد الكبير واطرح. والعدد الكبير مش كقيمه، كشكل. بمعنى لما اقول لك عندي هنا موجب 3 وهنا -4، كقيمه ال3 هي الكبيره. تمام؟ لكن انا ما باخدش كقيمه، انا باخد كشكل. الشكل دلوقتي عندي هنا 3 وعندي هنا ال4، يبقى ال4 هي الاكبر كشكل. الاشاره بتاعتها سالبه، يبقى هاخد السالب. ولما اجي اطرح، لان الاشارات مختلفه، يبقى هطرح 4 شيل منها 3 يتفضل لي 1، يعني الناتج هيكون -1. تعال نتاكد على خط الاعداد. العدد الاول 3، اعمل دايره حوالين ال3 واطلع منها بخط. عندك دي سالب، يبقى همشي في اتجاه الشمال زي ما احنا اتفقنا. كم وحده؟ 4 وحدات. ادي 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4،
وقفت عند السالب 1 يبقى الناتج بتاعي سالب 1. نفس الفكرة وركز فيها لو ما فهمتش اللي قبلها. برضو إشارات مختلفة، يعني خد إشارة الكبير واطرح. أنا عندي هنا سالب 3 وموجب 4. مين الكبير؟ الأربعة الأكبر. تمام؟ إشارتها موجبة يبقى الناتج هيكون موجب. طيب أنا باخد إشارة الكبير لما يكونوا مختلفين، باخد إشارة الكبير واطرح. هاخد إشارة الكبير الأربعة يعني الناتج هيكون موجب، ما بحطهاش إشارة، بتفضل موجب يعني من غير إشارة. واطرح بقى العدد الكبير ناقص الصغير، 4 ناقص 3 يديك 1 يبقى الناتج هيكون 1. طب تعالى نتأكد على خط الأعداد. هطلع من عند مين؟ السالب 3. ادي السالب 3 واطلع من عندها بخط. همشي في الاتجاه اليمين لأن الإشارة هنا موجبة، يبقى همشي في الاتجاه اليمين 4 وحدات. ادي 1 2 3 4 وقفت عند الواحد يبقى الناتج بتاعها هيكون 1. ده كده الجمع على خط الأعداد. طب بالنسبة بقى يا أستاذ للأعداد النسبية اللي احنا عارفينها اللي هي بسط ومقام، ازاي بجمعها وازاي بطرحها؟ تعالى نركز مع بعض. في شكلين للمسألة بتاع جمع الأعداد النسبية أو طرحها. الشكل الأول بيكون المقام متوحد، يعني المقام زي بعضه، وخد القاعدة ديت وثبتها في دماغك كده وامشي عليها. المقام لا بيتجمع ولا بيطرح. المقام لا بيتجمع ولا بيطرح، المقام بيتوحد وبنزل مقام من المقامين. تمام كده؟ لما اجي اقول لك المقام هنا ب والمقام هنا ب، نزل واحد منهم، مش اكتر من كده. يبقى الشرط الاول للجمع والطرح ان المقامات تكون متوحده. وعشان اجمع بنزل مقام من المقامين واجمع البسطين. الف زائد ج يديني الف زائد الجيم. وطبعا دي رموز كقاعده ثابته هنمشي عليها. زي المثال اللي بعده، عندي هنا المقام 7 والمقام 7، نزل ال7 واجمع 2 زائد 3 هتساوي 2 و3 5 والمقام 7 زي ما هو. تمام؟ مثال كمان، المقام هنا 5 والمقام هنا 5، نزل ال5 واجمع 3 زائد سالب 1 وحط السالب 1 في قوس عشان تفصل بين الاشارتين. تعالى بقى كده، هو انا هجمع ولا هطرح؟ حسب الاشارات. هنا لما كانت الاتنين موجب والتلاتة موجب خدت اشاره منهم وجمعت 2 و3 5. لكن هنا التلاتة موجبه والواحد سالب، يبقى في الحاله ديت اشارات مختلفه. خد اشاره الكبير واطرح. الكبير التلاتة يبقى الاشاره بتاعتها هتكون موجبه. اطرح بقى 3 ناقص 1 تديني 2. دي كده المسائل اللي احنا بنقول عليها سهله، اللي المقامات فيها جايالي متوحده جاهزه. طب لما المقامات تكون جايه مختلفه، لما اجي اقول لك هنا المقام باء والمقام هنا دال، هعمل ايه؟ قال لي مبدئيا يا استاذ الطريقه دي عامه تنفع مع اي مساله بالشكل ده. في طرق خاصه تانية بس انا ما بنصحكش بيها، اعرف الطريقه العامه واشتغل عليها مع كل الامثله. لما اجي اقول لك عندي المقام باء والمقام دال، هات لي المقامين دول كده اضربهم في بعض وبعد كده اضرب مقص. يبقى المقامين في بعض واضرب مقص، المقامين في بعض واضرب مقص. ادي المقامين في بعض، باء في دال بباء دال، اضرب مقص. الف في دال بالف دال، زائد جيم في باء بباء جيم. ده كده المفروض الناتج بتاعي. هتفهم اكتر بالارقام، تعال نشوف. 2 على 5 زائد 1 على 7، المقام 5 والمقام 7 مقامات مختلفة. اضرب المقامين في بعض وبعدين اضرب مقص. اهو 5 في 7 وفوق الاتنين هتتضرب في ال7، العلامة هنا تنزل زي ما هي زائد والواحد يتضرب في ال5 هتساوي. عندي هنا يا استاذ 5 في 7 ب35، 2 في 7 ب14 زائد 1 في 5 ب5، يبقى الناتج هيكون 19 على 35. لها اختصار اختصر، ملهاش اختصار سيبها زي ما هي. تعال نشوف امثله بقى. في هنا حوالي 6 امثله مجمعين لي كل الافكار بتاعه الجمع او الطرح حسب الاشارات، لان احنا شغالين في الجمع. تمام؟ اما اقول لك 3 على 8 زائد 1 على 4، خد بالك ديت من ضمن الافكار اللي انا بقول لك عليها. لو في مقام كبير يقبل الاسم على الصغير
بتنزل الكبير وتشتغل بطريقه مختلفه، ولكن انا مصر ان انت تشتغل بالطريقه العامه هتريحك. ادي هو شرط الكسر. مقامات مختلفه ولا متشابهه؟ مختلفه. اضرب المقامين في بعض. 4 في 8 ب 32. اضرب مقص 3 في 4 ب 12 زائد 1 في 8 ب 8 تديني 20 على 32. ينفع اختصرها يا استاذ؟ ينفع. طب في بعض الناس زمايلنا ما بيعرفوش يختصروا. سيادتك هتمسك الآلة هتكتب عليها 20 على 32 هتساوي، هتديك 5 على 8، يبقى هو اختصر لك الكسر على الجاهز. طب بالنسبة للناس الممتازة وبتعرف تختصر، دي على 4 فيها ال5 ودي على 4 فيها ال8 تديني 5 على 8 بكل سهولة وبساطة. وأي طريقة هتوصلك لنفس الناتج، لأن مسائل الرياضة ملهاش حلين، دايما بيطلع حل واحد. طب تعال نشوف مثال تاني. لما اقول لك 2 على 5 زائد 3، يا استاذ ده ال3 دي عدد صحيح ملهاش مقام. طب ما احنا متفقين مع بعض ان اي عدد صحيح مقامه 1، يبقى هعمل ال3 هنا مقام 1 وامشي بنفس الطريقه هتوصلك. اهو 1 في 5 ب5، 2 في 1 ب2 زائد 3 في 5 ب15، يبقى هتساوي 17 على 5. سهلة وبسيطة، بس انت ركز عشان تفهم الطريقة صح. لما اقول لك تلت زائد سالب 2 على 5، مبدئيا المقامات مش متوحدة، اوعى تخاف من موضوع السالب ده، لان السالب ده بتتعامل معاه في الاخر خالص، وهقول لك ازاي. شد شرط الكسر واضرب المقامين في بعض. 3 في 5 ب15، 1 في 5 ب5 زائد السالب ينزل زي ما هو 2 في 3 ب6 هتساوي، المقام ملوش علاقة بالموضوع نزل 15. عندي 5 زائد سالب 6، إشارات كده مختلفة، ال5 موجبة لكن ال6 سالبة. خد إشارة الكبير واطرح طالما إشارات مختلفة. الكبير شكلا ال6، يبقى هاخد إشارتها في الناتج هتكون سالب، و6 ناقص 5 تديك 1، يبقى سالب 1 على 15. سالب 3 على 4 زائد 1 على 5، اوعى تخاف من السالب، السالب عادي وتعامل معاه جدا بسهوله، هتلقى الامور ماشيه معاك تمام. عندي سالب 3 على 4 زائد 1 على 5 بنفس الطريقه اللي احنا شغالين عليها. المقام مش متوحد، وحد المقام الاول. ازاي؟ اضرب المقامين في بعض. 4 في 5 ب20، بعدين اضرب مقص. سالب 3 في 5 يديني سالب 15 زائد 1 في 4 يدينا 4 هتساوي، المقام ملوش علاقة بالموضوع ينزل زي ما هو. لما اقول لك سالب 15 زائد 4 كده اشارات مختلفة يا مستر. خد اشارة الكبير واطرح الكبير ال15 هاخد السالب، ولما اطرح 15 ناقص 4 تديني 11، يبقى الناتج بتاعي سالب 11 على 20. 2 على 5 زائد 1 على 3 هتساوي، شد شرط الكسر، 3 في 5 ب15 و2 في 3 ب6 زائد 1 في 5 ب5، 6 زائد 5 11 على 15. نفس الطريقة اللي احنا شغالين بيها، عند العدد هنا 6 هتساوي 2 في 6 ب12، 1 في 6 ب6 زائد السالب ملوش علاقة بالموضوع ينزل زي ما هو 2 في 5 ب10، يبقى الناتج هيساوي، المقام 12 نزل زي ما هو. عندي 6 زائد سالب 10، خد إشارة الكبير واطرح الكبير إشارته سالبة، يبقى السالب هتنزل في الناتج، ولما اطرح 10 ناقص 6 تدينا 4، يبقى الناتج طلع سالب 4 على 12. طب عايز اختصره، على الأربعة فيها الواحد وعلى الأربعة فيها التلاتة، يبقى الناتج هيساوي سالب 1 على 3. بكده يا جماعة يبقى احنا فهمنا ازاي بقدر ان انا اجمع او اطرح الاعداد النسبية. والجمع والطرح هنا ما بيكونش بناء على الاشارة المتواجدة في النص، لا، بناء على اشارة الاعداد. هنقول القاعدة تاني ونركز فيها. لو الاشارات متشابهة خد اشارة واجمع، يعني لو الاتنين موجب خد اشارة واجمع، الاتنين سالب خد اشارة واجمع. طب لو الاشارات مختلفة، لو واحدة موجب وواحدة سالب او واحدة سالب وواحدة موجب، قال لي خد اشارة الكبير واطرح، خد اشارة الكبير واطرح. دايما عود نفسك على كده، تمام؟ خاص عملية الجمع
في نون في الاعداد النسبيه. خواص عمليه الجمع دي يا مستر احنا خدناها قبل كده برضو، خدناها مره مع الاعداد الطبيعيه ومره مع الاعداد الصحيحه، وهناخدها برضو النهارده مع الاعداد النسبيه. هي مجموعه من الخواص ودايما بتكون متوفره في الجمع والضرب ومش متوفره في الطرح والقسمه. طب تعالى واحده واحده نشوف الخواص دي. اول خاصيه اسمها خاصيه الانغلاق. الانغلاق معناها ايه؟ معناها ان سيادتك لو جبت عدد نسبي جمعته مع عدد نسبي، لو الناتج بتاعك اللي طلع نسبي يبقى كده العمليه دي كلها بجميع المتداخلات بتاعتها متوافقه وموجوده جوه نون الاعداد النسبيه. يعني مثلا لو جيت قلت لك 1/3 زائد 4/3 ده عدد نسبي جمعته مع عدد نسبي، لو الناتج اللي طلع نسبي تبقى عمليه الجمع مغلقه في نون، يعني جميع اطراف عمليه الجمع موجوده في الاعداد النسبيه. لما اجمع هلاقي المقامات متوحده، نزلت واحد منهم، 1 زائد 4 عليها 5، يبقى فعلا عمليه الجمع مغلقه في نون. هنيجي على خاصيه الابدال، نفس المثال اللي احنا كنا لسه بنقوله، لما اقول لك 1/3 زائد 4/3 هتديني كام؟ وابدلهم مقام بعض، 4/3 زائد 1/3 هتديني كام؟ لما اجي اقول لك 1/3 زائد 4/3 التلاتة تنزل، 1 زائد 4 5. طب لما اقول لك 4/3 زائد 1/3 قال لي برضو التلاتة تنزل، و4 زائد 1 5. وبالتالي الناتج اللي هنا طلع نفس الناتج اللي هنا رغم ان انا بدلت الارقام مكان بعض. فكده اقدر اقول ان عملية الجمع ابدالية في نون، يعني عملية ابدالية. طب خاصية الدمج، والدمج ديت انتوا بتستثقلوا اسمها رغم ان هي اسهل ما يمكن. لما اجي اقول لسيادتك 1/7 زائد 2/7 زائد 3/7 الناتج هيكون كام؟ 1/7 زائد 2/7 بس دول جوه قوس زائد 3/7. طب لو قلت لك 1/7 زائد 2/7 زائد 3/7 بس هحط دول كده في قوس. قال لي لو النواتج طلعت متشابهه في الثلاث عمليات الحسابيه دول يبقى كده عمليه دامجه في نون. طب لو في واحد منهم اختلف تبقى ليست دامجه. المقام هنا يا استاذ متوحد، يعني هنزل ال7 وهجمع 1 زائد 2 زائد 3 اللي هي تديني في الاخر 6/7. صعب الكلام؟ طب تعالى في العمليه الثانيه هصفي اللي جوه القوس الاول، 1/7 زائد 2/7 ال7 تنزل، و1 زائد 2 تديني 3 زائد 3/7. المقام متوحد ننزل واحد منهم، 3 زائد 3 تديني 6/7. طب تعالى اللي بعدها 1/7 تنزل زائد 2/7 زائد 3/7 المقام ينزل زي ما هو لانه متوحد، و2 زائد 3 5 هتساوي 1/7 زائد 5/7 نزل ال7 لان المقام متوحد، 1 زائد 5 تديني 6. لو لاحظت الناتج هنا 6/7 وهنا 6/7 وهنا 6/7 جميع النواتج متساوية تبقى عملية الجمع عملية دامجة في نون. طيب خاصية المحايد الجمعي، المحايد الجمعي يا جماعة هو الصفر. الصفر هو العدد الوحيد اللي لو جمعته على أي عدد في الدنيا مش هيغير قيمته. والمثال على كده لما اقول لك 1/2 زائد 0 هي لو قلت لك 0 زائد 1/2 الناتج في الاخر هيديني 1/2، عمر قيمته ما هتتغير. بعد كده خاصيه المعكوس الجمعي. المعكوس الجمعي عايزك تركز فيها بقى شويه، لان المعكوس الجمعي اللعب بتاعها كله في تغيير الاشارات. يعني لما اقول لك الاثنين معكوسها الجمعي كام؟ العدد ده موجب خليه انت سالب. طب لما اقول لك 3/5 معكوسها الجمعي سالب 3/5. طب لما اقول لك سالب 2/3 معكوسها الجمعي موجب 2/3. وبكده يبقى احنا عرفنا ان المعكوس الجمعي كل اللي بعمله في العدد بغير اشارته، لو هو موجب اخليه سالب ولو هو سالب اخليه موجب وهكذا. ده كده بالنسبه لخواص عمليه الجمع داخل مجموعه الاعداد النسبيه. يبقى الجمع عمليه مغلقه في نون، الجمع عمليه ابداليه في نون، الجمع عمليه دامجه في نون. المحايد الجمعي في نون هو
الصفر والمعكوس الجمعي كل اللي بعمله بغير إشارة العدد مش أكتر من كده. تمام يا جماعة؟ طيب هل يا أستاذ ممكن إن أنا أستخدم خواص عملية الجمع دي في تسهيل إجراء العمليات الحسابية؟ يعني مثلا السؤال هنا بيقول لي استخدم خواص عملية الجمع في إيجاد ناتج. طب تعالى واحدة واحدة كده لما نشوف هنستخدم إزاي. 6 على 35 زائد سالب 5 على 11 زائد 19 على 35 زائد 10 على 22. أنا أول حاجة ملاحظها إن المقام هنا 35 والمقام هنا 35. هو أنا يا أستاذ ينفع أجيب دول جنب بعض؟ أيوه طبعا هجيبهم جنب بعض عشان يبقى استخدمت خاصية الإبدال، بدلت أرقام جنب بعض عشان أخلي المقامات المتوحدة مع بعض. طب في حاجة تانية لاحظتها، 10 على 22 لها اختصار، أقدر أختصرها على الاتنين. يعني لما أختصر دي على الاتنين فيها الخمسة ودي على الاتنين فيها ال11، يبقى دي أصبحت 5 على 11، يعني أقدر أشيلها كده وأحط مكانها 5 على 11. طب ما هو كده المقام هنا زي المقام هنا، يبقى هقوم جاي قايل له بتساوي 6 على 35 واجيب جنبها دي زائد 19 على 35 زائد سالب 5 على 11 زائد 5 على 11. يبقى انا كده بدلت الارقام مكان بعضها. طيب هحط قوس على دول وهحط قوس كبير على دول عشان دول مقاماتهم متوحده ودول مقاماتهم متوحده. يبقى انا كده استخدمت خاصيتين، الابدال والدمج. يبقى هاجي هنا اقول له الابدال والدمج. تمام؟ طيب تعال نصفي دي. هتساوي المقام متوحد نزل واحد منهم، 6 زائد 19 25 زائد المقام متوحد نزل واحد منهم وسالب 5 زائد 5. ده العدد ده هو العدد ده بس بعكس الإشارة. يعني أقدر أقول إن العدد الأولاني معكوس جمع العدد الثاني والعدد الثاني معكوس جمع العدد الأولاني. ومن هنا هقول لك قاعدة ثابتة ثبتها في دماغك، إن العدد زائد معكوسه الجمعي يديني المحايد الجمعي. العدد زائد معكوسه الجمعي يديني المحايد الجمعي. يبقى العدد زائد معكوسه الجمعي يا أستاذ يديني صفر. العدد زائد معكوسه الجمعي يا أستاذ يديني صفر. يبقى عندي هنا هيديني صفر. طيب 25 على 35 زائد صفر على أي حاجة بصفر، يعني بتساوي 25 على 35 زائد صفر، يبقى الناتج 25 على 35. خلصت كده؟ بس لسه في اختصار للناتج النهائي. هنا على الخمسة فيها الخمسة وعلى الخمسة فيها السبعة، يعني بتساوي 5 على 7. طب مثال كمان عشان نفهم أكتر. يا أستاذ 4 على 5 زائد سالب 3 على 7 زائد 1 على 5 زائد 3 على 7. المقام ده هي 5 والمقام ده 5، هاتهم جنب بعض يبقى هتساوي 4 على 5 زائد 1 على 5 وحطهم في قوس زائد سالب 3 على 7 زائد 3 على 7 وبرضه حطهم في قوس. ماشي كده؟ لو لاحظت هنا المقام متوحد نزل الخمسة، و4 زائد 1 5 زائد يا أستاذ ده كده سالب 3 على 7 وده موجب 3 على 7، يعني عدد ومعكوسه الجمعي يعني يديني صفر. 5 على 5 فيها الواحد، 1 زائد صفر يديني الناتج 1. أتمنى نكون فهمنا الجزء ده، وركز معايا عشان هنتكلم عن عملية الطرح وناخد بعض الأمثلة المهمة اللي بتجيلي في قلب الامتحان على الجزئية ديت، وهي مسائل التعويض المباشر. هنروح لتاني جزئية في درس النهاردة وهي عملية الطرح. وتقريبا عملية الطرح ما بتختلفش كتير عن عملية الجمع، لأن هي نفس الخطوات اللي احنا كنا بنعملها في الجمع هنعملها في الطرح. في فلسفة في الحل كده لكن أنا ما بحبهاش. الطريقة اللي أنا هقول لك عليها امشي بيها هتلاقي نفسك مرتاح. الطرح والجمع قلنا ما بيفرقش كتير، لأن الأساس في الجمع والطرح بالنسبة للأعداد النسبية هو علاقة الإشارات ببعض. إشارتين متشابهين باخد إشارة وأجمع، مختلفين باخد إشارة الكبير وأطرح. وشرط أساسي الأول إن لازم أوحد المقام، لأن المقام لا بيتجمع ولا بيطرح. يبقى لما أجي أقول لك هنا المقام هنا 8 وهنا 8، نزل ال8 واطرح 5 ناقص 3، المقام ينزل زي ما هو.
و5 ناقص 3 2. على الاتنين فيها الواحد، على الاتنين فيها الأربعة، يبقى الناتج 1 على 4. لما أقول لك 3 على 4 ناقص 5 على 6، كده المقامات مش متوحدة، يبقى لازم الأول أوحد المقامات. يبقى هشد شرط الكسر كبيرة وأضرب المقامين في بعض. 4 في 6 ب 24، وأرجع أضرب مقص. 3 في 6 ب 18 ناقص 4 في 5 ب 20 هتساوي. المقام ينزل ملوش علاقة بالموضوع. لما اجي اقول لك 18 ناقص 20، اشارات مختلفة، ال 18 موجبة وال 20 سالبة. طب هنا يا استاذ طالما اشارات مختلفة يبقى خد اشارة الكبير واطرح. الكبير شكلا هو ال 20، هاخد اشارته يعني الناتج هيكون سالب. واطرح سيادتك في دماغك، 20 ناقص 18 تديني 2 هتساوي. هنا السالب تنزل، على الاتنين فيها الواحد وعلى الاتنين فيها ال 12، يبقى الناتج يديني سالب 1 على 12. طب هنا يا استاذ 5 على 7 ناقص 1، الواحد ده عدد صحيح يبقى مقامه 1. وحد المقامات، 7 في 1 ب7، اضرب مقص. 5 في 1 ب5 ناقص 1 في 7 ب7. المقام ينزل زي ما هو. 5 ناقص 7 صغير ناقص كبير، يبقى الناتج هيكون سالب. او خلينا ماشيين بقاعده واحده، اشارات مختلفه خد اشاره الكبير واطرح. الكبير ال7 اشارتها سالبه، يبقى 7 ناقص 5 2، يبقى الناتج بتاعها هيكون سالب 2 على 7. سالب 2 على 5 ناقص 3 على 5، المقام زي بعضه، نزل اشاره منه ونزل سالب 2 ناقص 3 هتساوي. الخمسه تنزل. سالب 2 ناقص 3 كده اشارات متشابهه، يعني الاتنين هنا سالبه والتلاته برضو سالبه. خد اشاره منهم واجمع، يبقى هنزل السالب و2 و3 5. لما اقسم سالب 5 على 5 فيها السالب 1. لما اقول لك 3 على 4 ناقص 2 على 3، مبدئيا يا استاذ المقامات مش متوحده، 3 في 4 ب 12 كده وحدت المقامات. اضرب مقص. 3 في 3 ب9 ناقص 2 في 4 ب8، 9 ناقص 8 1 على 12. ده كده عملية الطرح بكل سهولة وبساطة ويسر. هنيجي على مسائل التعويض المباشر. لازم تدرب نفسك على المسائل دي كويس جدا، لأن هي برضو من الأفكار الأساسية في قلب الامتحان بتاعك. التعويض المباشر بيديني بعض الرموز ولها قيم عددية، يعني ألف قيمتها ب3 على 4، والباء قيمتها بسالب 5 على 2، والجيم قيمتها ب1 على 2. اوجد القيمة العددية لكل من. هات لي بقى ألف ناقص باء هتبقى بكام، وهات لي ألف زائد باء بين قوسين ناقص جيم هتبقى بكام. مبدئيا هنشتغل رقم 1. ألف ناقص باء معناها إيه؟ معناها شيل الألف وحط القيمة العددية بتاعته 3 على 4 ناقص شيل الباء وحط القيمة العددية بتاعتها سالب 5 على 2، وحط القوسين عشان تفصل الإشارات عن بعضها. تمام؟ تمام. لما اجي هنا اقول لك هتساوي 3 على 4، هنا بقى في دروب هيحصل. ضرب الاشارات المفروض هشرحه الحصه الجايه بالتفصيل في ضرب وقسمه الاعداد النسبيه، ولكن تعالى اما اقول لك هنا دي سالب، جاي وراها عدد ولا جاي وراها اشاره مباشره؟ جاي وراها اشاره مباشره. لو السالب جه وراها اشاره مباشره يبقى هتضرب الاشارتين دول في بعض، يعني سالب سالب اعرف انها هتديك موجب، سالب سالب هتديك موجب، ونزل العدد التاني يبقى 5 على 2. تاني عشان الحته دي، لو جات لي اشاره سالبه وراها اشاره سالبه مفيش عدد ما بينهم، اضرب الاشارتين في بعض، ولو سالب مضروبه في سالب اعرف ان الناتج هيكون موجب. تمام؟ اصبحت المساله 3 على 4 زائد 5 على 2 هتساوي مقامات مش متوحده اضربهم في بعض. 2 في 4 ب8، واضرب 3 في 2 ب6 زائد 4 في 5 ب20، يبقى الناتج هيكون 26 على 8. لو اختصرتها على الاتنين فيها ال13 وعلى الاتنين فيها ال4، يبقى تساوي 13 على 4. طب لما يجي لي هنا مسألة فيها عمليتين حسابيتين، عملية جمع وعملية طرح، نصيحة مني قسم المسألة لجزئين. أول جزء صف عملية الجمع، يعني هات لي قيمة أ زائد باء لوحدها الأول، وبعد كده شيل القوس وعوض عن القيمة اللي أنت جبتها واطرح منها الجيم.
كده المسألة تبقى سهلة وبسيطة معاك. لما اقول لك أ زائد باء، شيل الألف وحط قيمته يبقى 3 على 4، زائد الباء شيلها وحط قيمتها يبقى سالب 5 على 2، ودايما حطها في قوسين او بين قوسين كده عشان تفصل الاشارات عن بعض. يبقى هتساوي المقامات مش متوحده، وحدها 2 في 4 ب 8 و3 في 2 ب 6 زائد السالب ينزل ملوش علاقه بالموضوع 5 في 4 ب 20 هتساوي ال8 تنزل 6 زائد سالب 20. كده اشارات مختلفه، والاشارات المختلفه كنت بعمل ايه؟ باخد اشاره الكبير واطرح. هاخد اشاره الكبير السالب 20 ناقص 6 تدينا 14. لما اختصر على الاتنين فيها ال7 على الاتنين فيها ال4، يبقى الناتج بتاعي هنا هيكون سالب 7 على 4. يبقى القيمه ديت الخاصه بأ زائد باء. بعد كده هكتب المساله بتاعتي كامله، أ زائد باء ناقص الجيم هتساوي، هشيل الألف زائد باء على بعضها واحط القيمه بتاعتها اللي هي سالب 7 على 4 واقول ناقص الجيم اللي هي بكام؟ بنص، يبقى هكتب النص زي ما هو هتساوي. المقامات خد بالك ان هي مش متوحده، يبقى وحد المقامات الاول 2 في 4 ب 8. بعد كده السالب اللي فوق تنزل 2 في 7 ب 14 ناقص 1 في 4 ب 4 هتساوي ال8 هتنزل. عندي سالب 14 وسالب 4 اشارات متشابهه، خد اشاره واجمع يبقى تديني سالب 18. لما اختصرها هيكون الناتج على الاتنين فيها التسعة على الاتنين فيها الاربعة يبقى سالب 9 على 4، وده الناتج النهائي بتاع المسألة. جايب لك شوية مسائل مهمة على خواص عملية الجمع في نون. لما اجي اقول لك العدد المحايد الجمع في نون هو ايه العدد المحايد الجمع في نون؟ طبعا هو الصفر، لان هو العدد الوحيد اللي لو جمعته على اي عدد في الدنيا ما يأثرش في قيمته. طب لما اقول لك المعكوس الجمعي، اول ما تقرأ كلمة المعكوس الجمعي معناها ان انت بتغير اشارة العدد، ولو العدد مش بالقيمة الاصلية بتاعته هات القيمة الاصلية بتاعته الاول وبعدين هات له المعكوس الجمعي. لما اقول لك المعكوس الجمعي للعدد 3 على 7، هو هنا موجب 3 على 7 غير اشارته يعني هيبقى سالب 3 على 7. المعكوس الجمعي يعني هغير الاشاره بتاع العدد سالب 4 على 9 هو سالب، غير الاشاره يبقى موجب 4 على 9. وعشان في ناس بتتلخبط في الجزئيه دي خد بالك من حاجه مهمه، السالب فوق او تحت او قصاد شرطه الكسر ما بيفرقش معاك. معنى وجود السالب فوق او تحت او هنا في النص معناها ان قيمه العدد الكلي او الكسر على بعضه قيمه سالبه. انت بتغير اشارته يعني بتخلي قيمته موجبه، يعني بتلغي وجود السالب عشان ما تلخبطش نفسك. المعكوس الجمعي للعدد سالب 2 و3 من 10 هو سالب، يبقى انت هتغير اشارته هتخليه موجب 2 و3 من 10. سالب 6 على سالب 11 هو المعكوس الجمعي للعدد. مبدئيا العدد ده مش على قيمته الاصليه، لان السالب يا اما موجوده فوق يا اما موجوده تحت يا اما موجوده في المنتصف. وجود اشاره سالبه فوق واشاره سالبه تحت ده معناه ان انت هتقسم الاشارات، وسالب على سالب بموجب، يعني اصل العدد ده كده الاصل بتاعه موجب 6 على 11. لما تيجي تجيب له بقى معكوسه الضربي يعني هتغير اشارته، يعني هيبقى سالب 6 على 11. ناتج جمع عدد ومعكوسه الجمعي، خد بالك هنا ما معيش ارقام بس دي قاعده ثابته لازم تثبتها في دماغك زي ما قلنا من شويه. العدد زائد معكوسه الجمعي يديني صفر، ما فيهاش اي ناتج تاني. العدد زائد معكوسه الجمعي يديني صفر، يبقى الناتج بتاعهم هيبقى صفر. المعكوس الجمعي للعدد سالب 2 على 7 أس صفر، لا ده كده مش قيمه العدد الاصليه. طب قيمه العدد الاصليه ايه؟ قال لي احنا خدنا في ابتدائي ان اي عدد اس صفر قيمته بواحد، يبقى قيمه العدد ده اصلا واحد. لما اجي اجيب له معكوسه الجمعي يعني هغير اشارته يبقى سالب 1. طب المعكوس الجمعي للعدد القيمه المطلقه لسالب 4 على 5. يا استاذ القيمه المطلقه قلناها من شويه ان بتخرج اي عدد جواها بالموجب، بتخرج اي عدد جواها بالموجب، لما ده يخرج بالموجب يخرج 4 على 5. لما اجي اجيب له معكوسه الجمعي يبقى سالب 4 على 5.
طيب المعكوس الجمعي للعدد سالب 2 أس 3 برضه مش القيمة الأصلية للعدد، هات لي قيمته الأصلية الأول يعني فك الأس. لما أجي أفك الأس سالب 2 أس 3 معناها إيه؟ واخدينها قبل كده. قال لي معناها إن بضرب السالب 2 في نفسها 3 مرات، سالب 2 في سالب 2 في سالب 2 بسالب 8. يبقى معكوسه الجمعي غير إشارته موجب 8. المعكوس الجمعي للعدد صفر. اوبا، العدد صفر ده يا استاذ له موجب ولا سالب، يعني لا هو ينفع اقول عليه موجب ولا ايضا ينفع اقول عليه سالب. عشان كده هو العدد الوحيد اللي معكوسه الجمعي هو نفسه، العدد الوحيد اللي معكوسه الجمعي هو نفسه هلاقيه هو الصفر. يبقى معكوس الجمعي للصفر صفر. العدد الذي معكوسه الجمعي هو نفسه لسه قايلينها من شويه هيكون الصفر. اتمنى نكون فهمنا جمع وطرح الاعداد النسبيه. درس بسيط وسهل، كل اللخبطه اللي فيه هي فكره قاعده الاشارات. لو فهمت قاعده الاشارات في درس النهارده هتريحك كتير في الدروس اللي جايه، لان جمع وطرح الاشارات معتمد على لو اشارتين شبه بعض خد اشاره واجمع، اشارتين مختلفين خد اشاره الكبير واطرح. مش هكتب لك واجب، ولكن انت عايز تجتهد هتجتهد، وعايز تبقى شاطر في الرياضيات وتحب الرياضيات حل مسائل كتير على قد ما تقدر. كتاب مدرسة، كتاب المعاصر، كتاب الماهر، كتاب الأضواء، أي كتاب متاح ليك اشتغل فيه وحل مسائل كتير على قد ما تقدر. فكرة وقفت قدامك مش فاهمها ابعت لي على اللينكات اللي تحت الفيديو أو ابعت لي في تعليق وأنا بنفسي هرد عليك. أتمنى تكون فهمت. هيظهر لك دلوقتي قائمة بجميع فيديوهات جبر للصف الأول الإعدادي، خش وشوف باقي دروسك، واتمنى اكون فدتك ولو بحاجه بسيطه. ما تنساش صلي على خير الانام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.